يا سلام على الشتاء وجماله. لا لا شتاء ايه؟ انت ما بتحبيش الشتاء زيي. ايوه يا حبيبتي ما بحبوش بس بحب اكله. اذا كان كده ماشي. ده ايه ده بقى؟ دي اسمها سبانخ. عندك فكره بيها ولا ما تعرفيهاش؟ بصي لا انا هوريها لك. هي دي. بدي دوق بدي دوق. اتفضلي يا ستي، اتفضلي طبقك وانا هعمل لنفسي طبق. اوه ده فيها لحمه. ايوه امال ايه؟ جامد، شكلها حلو عامه. شفتوا يا جماعه انا بعملها مره في السنه، يعني كل شتاء بعملها. نحط بقى كده رز وندوق بقى ونقول ايه، ونقول الو ونقول بسم الله. الله يا جماعه، مش الله على الشتاء، الله على جمال اكله، عشان بس ما تهزقش. يلا يا سلمى دوقي وسمعيني رايك. طب والله العظيم تحفه، حلوه قوي قوي. انا حاطه عليها مكون، انا معرفش انتوا بتحطوا ايه، انتوا هتشوفوا في الفيديو انا حاطه ايه. يا ريت اسمع منكم بتعملوها زيي ولا بتحطوا حاجه تانية غير اللي انا حطيتها. يلا بقى نبتدي على طول. انا دلوقتي اول حاجه بسلق لحمه، حطيت ميه على النار بتغلي، قطعت بصلايه، بشرت طماطمايه، وبعدين حطيت ملح وفلفل اسود، وحطيت اللحمه، وطبعا نوع اللحمه اللي تحبيه سواء كانت دسمه او مش دسمه براحتك. بعد كده اللحمه دي اخدت حوالي ساعه علشان تستوي. على ما هي تستوي نبتدي بقى نوضب حاجتنا. انا بشرت كيلو طماطم او تضربيه في الخلاط براحتك علشان دول 3 حزم من السبانخ، وخرطت بصلايه ويعني انا بس بقولك هنحضر ايه. انا جبت 3 حزم من السبانخ، وجبت حزمه من الشبت وحزمتين من الكزبره الخضراء. ما هو دلوقتي انا بقطف السبانخ زي الملوخيه بالظبط، كانك بتقطفي ملوخيه بالظبط. هخلص بقى كل تقطيف السبانخ دي، وبعدين ادخل على الكزبره الخضراء اقطفها بنفس الطريقه برضو. بس انا بقى عيدان الكزبره الخضراء مش برميها، بحبها لغايه اخر حته، ريحتها تحفه وبجد بعشقها. فانا بشيلها بخرطها، يعني بفرمها للممبار او للمحشي. المهم دلوقتي انا خرطت بقى السبانخ بالسكينه يا جماعه، مش بالمخرطه، تخريط عشوائي كده، مش صغير قوي ولا حاجه، زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا بعد ما غسلتها كتير جدا وخرطتها بالسكينه مش بالمخرطه. دلوقتي بقى انا جبت حله على النار وحطيت فيها سمنه بلدي، وحطيت فيها البصلايه، وبعد لما اخدت لون حطيت التوم ده، حوالي معلقه من التوم، وبعدين قعدت اشوح كويس جدا. واول ما التوم طلع ريحته حطيت معلقتين كبار من الصلصه، وحطيت كيلو الطماطم المبشوره او المضروبه في الخلاط، ودلوقتي حطيت ملح وفلفل اسود. وطبعا المكون هو اللي بقول لكم عليه، معلقتين من الرز منقوعين بقالهم ربع ساعه في الميه، شلت الميه بتاعتهم وحطيتهم. طب ليه يا نهله بتعملوا كده؟ علشان هي هتبقى ميه قصيصه لو ما حطيتيش الرز ده. معلقتين 2 بس لازم يكونوا منقوعين بقالهم 10 دقايق او ربع ساعه. غطيت بقى عليها 5 دقايق، وبعدين نزلت بقى الايه السبانخ اللي بالكزبره الخضراء والشبت اللي متقطفين زي الملوخيه زي ما قلت لكم، مغسولين كويس طبعا ومتخرطين بالسكينه. غطيت عليها شويه بقى، وبعدين لما دخلت في بعض كده مع الصلصه رحت حاطه لحمه بالشوربه. وطبعا هنا بندوقها، ولو لقيناها محتاجه شويه سكر بنحط لها، عشان بس بتبقى الطماطم يعني مش عارفه اللفظ ده انتوا عارفينه ولا لا، حاضه كده شويه، فيها حموضه يعني. لازم نعادل الطعم ده بشويه السكر دول اللي انا حطيتهم في الاخر دول، حاجه بسيطه كده زي نص معلقه يعني. دلوقتي بقى لو لقيتيها تقيله شويه تروحي مزوداها شويه شوربه علشان تبقى مظبوطه، ما تبقاش تقيله معاكي. ما بتاخدش على النار يا جماعه ربع ساعه، انا بس بدخلها في اللحمه، لكن طبعا ده نبات ورقي ما بياخدش وقت خالص عشان يستوي، يعني كمان مش مستحب تخليها على النار كتير، ربع ساعه كفايه جدا. اما دلوقتي انا بعمل رز بالشعريه بقى. جبت حله حطيت فيها سمنه بلدي، شوحت فيها الشعريه لغايه ما خدت لون، وبعدين نزلت بالرز. نص كوبايه الشعريه بتاخد حوالي كوبايتين من الرز. بعد ما تشوحوا مع بعض كويس جدا رحت نازله بالشوربه، وبعدين تبقى الشوربه فوقيها بعقله صباع، وبعد كده حطيت معلقه من السمنه البلدي وملح، وظبطت الملح والفلفل الاسود بتاعها بقى عشان دقتها لقيتها مش مظبوطه. وبعدين تعلي جدا لمده دقيقتين 3 لغايه لما الرز يشرب كل الشوربه، وبعد كده توطي النار وتحطي شياطه وترجعي الرز تاني عشان يطلع معاكي مفلفل وحلو ان شاء الله. طعمها حلو جدا. عامله جنبها شويه رز بالشعريه، ممكن تقلي جنبها فلفل وبتنجان مثلا. بحبكم جدا جدا، ما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واشوفكم الفيديو جاي حلوين. باي باي.